يا صباح الفل، ده يوم من ايام سنة اولى جواز وفلوج النهاردة بقى فلوج يوم الاثنين والتلات مع بعض. فتعالى اخدكم بقى معايا في اليومين دول واقول لكم عملت ايه بالتفصيل. اول حاجه كده صحيت ما كانش ليا نفس افطر، فقلت اعمل بقى سبانيش لاتيه كده، وهعمله بقى بالحليب المكثف المحلى اللي انا عملته معاكم في الفيديو اللي قبل ده. شايفين القوام بتاعه تقيل بقى وبقى تحفه، وبجد هتشربوا منه احلى كوبايه سبانيش لاتيه هتجربوها في حياتكم. عملت بقى كوبايه السبانيش لاتيه كده وخدتها وقعدت شويه. بعد كده بقى جالي اوردر من نون كنت طالباه بقالي يومين، والاوردر ده بقى فيه حاجات كتير حلوه قوي للشعر. هوريهولكم بقى في فيديو كده على يوتيوب علشان اديكم كل التفاصيل. كنت بقى اعمل كوبايه قهوه كده علشان كنت حاسه ان انا لسه مفوقتش وحاسه ان انا لسه عايزه انام، فقلت اعمل بقى كوبايه قهوه حلوه كده، وعملت جنبها تمر كده، حطيت فيه زبده فول سوداني وكان طعمه تحفه. قعدت بقى اتفرج شويه كده على التلفزيون، كان مسلسل دلع بنات شغال فقعدت اتفرج شويه. بعد كده بقى قلت اكل حاجه كده على السريع علشان النهارده نازله، فاكلت كده على السريع. وبعدين بقى لبست وجهزت علشان رايحه عند ماما. هنا بقى كنا خلاص في الطريق لماما. اول ما رحت عند ماما بقى كانت مظبطانا ومدلعانا وعامله لنا عشاء بقى حلوه قوي، واتعشينا بقى. وبعد كده اكلت ايس كريم ودخلت بقى نمت عشان كنت مش قادره وصاحيه من بدري جدا. ده بقى كده كان تاني يوم الصبح كده، صحيت بقى فتحت الشباك وهويت الأوضة. بعد كده بقى بدأنا نجهز فطار. عملت كده كوباية شاي وحطيت جنبها بقسماط، وانا بحب قوي حركة تسقية البقسماط دي في الشاي. قعدت بقى اتفرج على سي بي سي سفرة كده شوية، وبعد شوية بقى ماما عملت لي انا وهي كوبايتين قهوة كده من ايديها الحلوين، قعدنا نشربهم سوا واحنا بنتفرج على التلفزيون. وماما بقى كانت مجهزة الأكل كله من قبلها بيوم، كانت مجهزة بقى المحشي وحطاه في الحلة بتاعته، وكانت كمان متبلة الفراخ وحطاها في الصواني. وبصوا مدلعانا بقى دلع خطير. حطينا بس الأكل يستوي وشوفولي بقى الحلاوة يا جماعة. وعايزة أقول لكم الريحة كانت تحفة بجد، وريحة المحشي كانت خطيرة وطعمه كمان كان تحفة. بعد الأكل بقى عملنا كوبايتين شاي كده حلوين وقعدنا نشربهم، وشوية بقى ولبست ونزلت علشان خلاص كنت مروحة. وهنا بقى وصلت البيت أخيرا، طلعت بقى غيرت وكنت جايبة شوية خضار كده فضيته ورجعته مكانه تاني، وظبطت الدنيا كده وظبطت المطبخ، وعملت بقى نودلز كده علشان كنت حاسة ان انا جعانة. وقعدت بقى اتفرج على مسلسل ذات وبس كده يكون يومي خلص. استنوني في فلوج جديد واشوفكم على خير، وباي باي.